اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بطلب من متابعيني لايك وشير فضلا وليس أمرا عشان القناة تكبر بكم يا أحلى متابعين في الدنيا كلها. يلا بينا نبدأ مع بعض نشوف وصفتنا النهاردة ايه. هنعمل صينية الفراخ بالبطاطس. وصفة سهلة جدا جدا وبتبقى موجودة دايما في اي سفرة مصرية، وهنعملها النهاردة في صينية ألومنيوم من ايام الزمن الجميل ومن الاكلات القديمة. زي ما احنا شايفين كده انا ماسكة الفلفل ده ليه؟ بصوا على الفلفل كده، ده فلفل بلدي، واحدة فيها 4 واحدة فيها 3. ال4 دي انثى، ال3 دي ذكر. لما تيجي تشتري الفلفل هاتي اللي فيها 4، ما تجيبيش اللي فيها 3، لان اللي فيها 4 بتبقى مسكرة وجميلة، اما اللي فيها 3 اللي هو الذكر بيبقى ماسخ وطعمه مش كويس. انا هنا كان معايا بطاطس قطعتها نص كيلو، بطاطس قطعته حلقات صغيرة زي ما احنا شايفين في الاول. الحلقات لا تخينة قوي ولا رقيقة قوي عشان ما تتهرتش منك، ولا تخينة قوي عشان ما تطلعش منك مش مستوية. والكوسة برضو خدت كام واحدة كده من الكوسة حطيتهم عليها، قطعتهم برضو حلقات زي ما احنا شايفين كده، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. ومعايا قرنين فلفل بلدي هقطعهم كده تقطيع يدوي بايدي ومش في الكبة، ومجرد ما الفلفل بينزل اصلا بيدوب على طول في الغليان. هنقطعه تقطيع حلو كده. طبعا الكمية زي ما انت عايزة، انا عاملة في الصينية دي مقدار 4 افراد. طبعا الكمية على حسب ما انت عاوزة. اللي انا عاملاه ده هغسله تاني بعد ما اقطعه. طبعا انا غسلته بس بعد ما اقطعه هغسله برضو تحت الحنفية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. عايزه تحطي جزر حطي، عايزه تحطي بسله، وزي ما انت شايفه كده القمع بشيله بضغطه لتحت وبعدين ترفعيه لفوق. عاوزه تحطي جزر بسله اي حاجه انت عاوزاه. الفرخه اللي احنا شايفينها دي، الفرخه دي اما جت من عند الراجل جبت معلقه طحينه ورحت عملتها في بطن الفرخه وفضلت ادعكها بيها جامد قوي قوي من جوه ومن بره، وبعدها جبت عليها شوية ملح وبرضو دعكتها جامد من جوه ومن بره. ليه طحينة؟ لان الطحينة بتشيل اي زفرة في اللحوم. انا عارفة يا جماعة ان الطحينة غالية، حطي معلقة بس صغيرة، معلقة كبيرة. الطحينة بتشيل اي زفارة في اللحوم معروفة، بتديها ريحة حلوة قوي، والملح بينزل الدم اللي فيها. بتيجي بالمقص كده بتقطع الزوايد دي وبتشيل الطرفين بتاع الجناح ده اللي هو بيقول اسمه القراقيش ده ولا اسمه ايه. وبعد كده بعد ما غسلتها كويس قوي بالطحينة وبالملح، جبت محلول النقع بتاعها اللي هو عبارة عن دقيق وعن كام ليمون عصرتهم وشوية ملح، وحطيت شوية سكر صغيرين. ليه شوية سكر وشوية ملح؟ لان السكر والملح او السكر بصفة عامة بيفتح المسام الموجود في الفرخة، بيخليها تستوي بسرعة، ما بتبقاش ناشفة، وبتشرب التوابل بسرعة. الفرخة دي عشان ما اكدبش عليكم انا منقعاها قبلها بيوم. لما لقيتها بقت زي الفل حطيتها تحت مية جارية، وبعد كده صفيتها وبدأت زي ما انتوا شايفين كده اقصها. شلت الزواد وشلت الحتت الاجنحة وشلت الجلدة بتاعت الرقبة، وبعد كده هنحضر لها التتبيلة بتاعتها اللي هنشوفها دلوقتي. بس اهم حاجة بتنقعي الفراخ عشان يبقى ريحتها حلوة قوي قوي والزفارة اللي فيها تتشال، لان زي ما احنا عارفين الفراخ بتاكل علف، والعلف اصلا بيبقى ريحته مش كويسة. يعني احيانا في حد قال ان هو مجرد ما بيشوح الفراخ بيشم ريحة العلف فيها. قلت له لانك ما حطيتهاش في التتبيلة، والتتبيلة دي بتشيل اي ريحة فيها واي علف. لا عندك قشر برتقال، قشر يوسفي ممكن تحطي فيها، بس اهم حاجة تحطي الملح والسكر والدقيق وعصري كام ليمونة، لان الليمونة بتضيع اي زفارة برضو وبتخلي ريحتها حلوة قوي. زي ما احنا شايفين كده انا قطعت الفرخة
نصين. طبعا التقطيع ده زي ما انت عايزة، ممكن تقطعيها 4، ممكن اكتر. انا قطعتها نصين زي ما احنا شايفين. ابدأ بعد كده اعمل لها التتبيلة بتاعتها. هنا معايا زبدية صغيرة، يعني معلقتين، هي دوبك فيها معلقتين زبادي بس. طبعا الزبادي بتطريها وبتخليها حلوة قوي. الملح نزلت عليها بالملح وزودت شوية، يعني بدل ما تبقى معلقة صغيرة خليتها معلقة كبيرة. ليه؟ لان في خضار هيشرب من الملح ده فعايز يتملح، فبزود الملح شوية. بعد كده نزلت بمعلقة بهارات السبعة، وبمعلقة صغيرة توم بودر، ومعلقة برضو صغيرة بصل بودر، ومعلقة كاري، ومعلقة كركم، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة جنزبيل. وما حطيتش شطة لان انا حاطة الفلفل الاسود، وطبعا البهارات المشكلة بيبقى فيها. حطيت بابريكا بس زي ما احنا شايفين. اي بهارات عندك حطيها، انا حطيت بهارات كتيرة. ده الثوم البودر والبصل البودر بيدوله طعم حلو قوي. احنا مش هنعمله ببصل فريش، هنعمله بالثوم البودر والبصل البودر. بعد كده بتنزلي عليها بشوية صويا صوص حلوين كده بيديها طعم حلو. هنزل برضو بشوية دبس الرمان، بس هو جاي من التلاجة متجمد قوي كده زي ما احنا شايفين. طبعا لو حطيته في الحر هيبقى مية سايح جدا. مع معلقتين صلصة دي بلدي انا عاملاها في البيت مش جاهزة. ننزل عليها برضو بمعلقة كبيرة كده خل عشان تساعد في التسوية. اعصري عليها كده كام ليمونة، انا عصرت عليها بتاع 3-4 ليمونات عشان تديها مزازة كده وطعم. وقلبي بقى الخليط اللي انت عاملاه ده هيبقى جميل جدا جدا. عايزة تضيفي بهارات اكتر ضيفي زي ما انت عايزة، بس هو كده كويس. حطينا فيه كل حاجة. حطي صويا صوص، دبس الرمان، عندك صوص الباربيكيو حطي. اعصري عليها ليمون ضروري لان الليمون بيدي طعم حلو قوي. معلقتين خل كده هيبقى طعمها حلو جدا. وتبدأي بقى تجيبي الفرخة بتاعتك وتدهني كده بايديكي. انا كده هسيب المعلقة وابدأها اجيب بايدي، لان طبعا انا غاسلة ايدي وايدي نظيفة، والايد هي اللي بتتمكن من التتبيل، مش هتبقى زي المعلقة يعني. قلبي كده من فوق ومن تحت، حطي بالمعلقه ودعكي بايديكي كده. دخلي جوه العظم عشان يتغلغل جوه كده ويشرب الخليط اللي احنا عاملينه ده والسوائل دي اللي حلوه قوي قوي. ادعكيها كويس جدا عشان تشرب السوائل دي كلها وتاخد الطعم بتاع البهارات ودبس الرمان والصويا صوص والحاجات دي كلها. زي ما احنا شايفين القارب كده في شوية مية من الحنفية، وحطيه كده. خسارة انك ترمي الحاجات دي. وتحطي كوباية مية واحدة بس، كوباية مية. والصينية بتاعتك بتغطيها يا بورق فويل يا بغطا، وتدخلها الفرن على درجة حرارة 180. قعدت معايا ساعة طلعت متحمرة. بس في حاجة عايزة اقولك عليها، ما تدخليش الصينية من غير ما تتغطى، لانك لو دخلتيها من غير ما تتغطى البخار مش هيطلع للصينيه كلها. انا عايزه الصينيه البخار يطولها من فوق ومن تحت. في ناس كتير بتشتكي من البطاطس، تقولك ايه، البطاطس احيانا بتبقى من فوق طريه ومن تحت مستويه. ما انت لو مغطيه الصينيه كله هيطلع سوي واحد ودرجه واحده. لكن لو سبت الصينيه بتاعتك مفتوحه التسويه بتبقى تحت وفوق، مفيش، البخار بيطلع في الهواء. الصينيه بتغطيها ورق فويل، ورق زبدة، معندكش ده ولا ده، بتجيبي غطا حلة كده وبتحطيه عليها وبتضغطيه عليها جامد وبتدخلها الفرن بتاعك. بتسيبيها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. هي اخدت معايا ساعة بالظبط،
ساعة، وكنت فتحت عليها لقيت ما شاء الله الخضار مستوي جدا جدا، الفراخ مستوية ومتحمرة، وكانت يعني اقول لكم ما شاء الله كانت جميلة جدا. جربوها بنفس الطريقة دي. بس اهم حاجة تغطوا الصينية اثناء التسوية، لان نجاح التسوية في تغطية الصينية، مش ان انتي تحطيها كده وتسيبيها مع نفسها، ممكن تتحرق منك وما تستواش من فوق. احنا عايزين التسوية واحدة من فوق ومن تحت. جربوها بالطريقة دي حلوة اوي وهتعجبكم. وده كان شكلها النهائي بعد ما طلعت من الفرن. البطاطس بتاعتنا زي ما احنا شايفين الواحدة بوحدتها، ما هيش مهروسة ولا مهرية، هي مستوية لكن مش مهرودة زي ما احنا عارفين. طالعة الواحدة بوحدتها، والكوسة برضو طالعة بحالها بس في نفس الوقت مستوية. عملت معاها رز ابيض، عايزة تعملي رز ابيض اعملي رز بالشعرية، اي نوع رز انت عايزاه اعملي. زي ما احنا شايفين الكوسة في النص والبطاطس اهي. الفراخ كانت محمرة ومستوية جدا جدا، بس انا طبعا مش هعرف اقطع لكم الفراخ دلوقتي لان ده تصوير بس واحنا مش هناكل دلوقتي. انا حطيت الحاجات دي عشان اصور لكم الفيديو وانزله بدري. الصوص بتاعها كان جميل جدا جدا ورايق، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي زي ما احنا شايفين كده، ولا فيه بصل ولا فيه حاجة. وطعمه حلو قوي، طعم الفراخ مستوية والبطاطس حلوة وبحالها، والصوص كان طعمه جميل جدا جدا. اعملوها بنفس الطريقة هتعجبكم. غطوها عشان تستوي من فوق ومن تحت. والرز كان طعمه جميل جدا جدا وابيض زي ما انتم شايفين كده. والسر في ايه؟ في الصنعة. عارفين يعني ايه في الصنعة؟ في النفس. لو انت بتعملي الاكل بنية صافية وبحب وعايزة فعلا تعمليه، هتعملي اكل حلوة قوي وهتطلعي اكل يقولك، مش بقولك نفسها في الاكل حلو، لانك بتعمليه برضا، بتعمليه بحب، بتعمليه وانت راضية، مش بتعمليه كده غصب عنك نظام شقلب وقلب، ده ما هيطلعش حلو. الاكله جميله قوي قوي، جربوها بنفس الطريقه دي هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناه، وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. واتمنى من حبايبي اشتراك في القناه ولايك، واللي ما اشتركش عندي يشترك، واللي موجود شرفتوني ونورتوني يا احلى متابعين في الدنيا كلها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.